السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيفكن حبايب قلبي؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير يا رب. اشتقت لكم كتير ورجعت لكم بفيديو جديد من تاني يوم من زيارتي عند أختي. حبيت شارك معكم هالتفاصيل الحلوة وأجواء الطبيعة يلي ما شاء الله عليها بتجنن كتير كتير. قبل ما نبدأ بفيديو اليوم خلونا نصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. كمان يلي عم تشوفني جديد بتمنى أنه تدعموني وتشتركوا بالقناة وما تنسوا اللايك للفيديو. هلا أول ما فقنا الصبح طلعنا لبرا، كانت جو شمس ودفى. عملنا نسكافيه وطلعنا شربناها برا. الأجواء كانت كتير كتير حلوة والله يا صبايا، اشتهيتكم معي كتير. هلا بفيديو اليوم بنات بدي انزل على السوق، نتفرج شوي على السوق هون ونشتري شوية أغراض، منظفات يعني للمطبخ وشوية أغراض وألعاب للولاد. وكمان اليوم بدي أعمل حفلة يعني صغيرة يعني. فأنا وعدت الأولاد إنه إذا أخذوا جلاءاتهم وكانوا جلاءاتهم ممتازة أو جيدة يعني رح أعمل لهم حفلة صغيرة، يعني إنه مو حفلة بس إنه هيك كرمال إنه فرح الأولاد شوي وشجعهم على الدراسة أكتر وأكتر، وهيك يعني بصير في عندهم طاقة أكتر، بيتشجعوا أكتر، بيتحمسوا أكتر. وكمان عن جد يعني هن تعبوا كمان كتير، فمثل يعني مكافأة لإلهم. فرح شارك معكم هاي التفاصيل الحلوة لأنكم أنتوا إخواتي وجزء مني صرتوا، والله الله بيشهد على هذا الحكي. ما قصرتوا معي ولا بتقصروا، أنا بعرفكم. هلأ هون نازلين على الطريق، أخذت معي دلولة وعدولة ونزلنا. عرفت الصغار طبعا عند اختي بالبيت لانه بتعرفوا يعني لبكه وهيك، فنحن نازلين يعني مشي انه تمشايه، وماني جايبت لهم معي العربايه، فعفتهم بالبيت عند اختي وجبت الكبار يعني معي ونزلنا. بدي ورجيكم هون الاجواء الريفيه عن جد بتجنن. الطبيعه والربيع سبحان الله، يعني بالمنطقه يلي ساكنه فيها انا حاليا ما في يعني إنه هيك هالربيع هاد، يعني إنه الورد هذا الأصفر والورد البنفسجي والأبيض، يعني ما بيطلعوا ورود زيادة، بس إنه عشب أخضر. أما هون ما شاء الله، يعني ما شاء الله الربيع غير شكل بهالمناطق. فحبيت هيك صور لكم شوية لقطات. وبنتي الله يحميها يا رب ويحفظها يا رب، هلكتني وهي تقطف لي ورد وتعطيني إياهم. مثل ما قلت لكم بالفيديو الماضي، يمكن جمعت باقة ورد هالقد قدها، على قد ما فرحوا هن على الورد يعني، ويروحوا يجي ويجيبوا لي يعني هيك ورد. الله يحميهم ويحفظهم يا رب. هلا هون نزلنا على محلات الأدوات المنزلية، فحبيت هيك صور لكم شو في بهالمنطقة يعني اللي أنا فيها. شو في هيك شغلات، صورت لكم شوية هيك لقطات، وكمان اشترينا الشغلات اللي بدنا إياهن. طبعا رح فرجيكم كل شي اشتريناه بإذن الله بنهاية الفيديو أو قبل نهاية الفيديو، فخليكم معي للأخير. مين مثلي صبايا بحب هدول الصحون الصغار؟ أنا كتير 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 بحبهم، حلوين يعني، حتى للفطور حلوين، للمكسرات مثلا حلوين، يعني بيصيروا لكل شي. عم اشتهي صار الصراحة كتير شغلات إنه اشتريها، بس مثل ما بتعرفوا إنه حاليا قاعدة يعني عند أهلي، فناطرة هيك إن شاء الله لأطلع لبيت لحالي بإذن الله، وبشتري هيك الشغلات اللي نفسي فيها إن شاء الله إذا الله رزقنا إن شاء الله بإذن الله. والصراحة في يعني مشروع ببالي. هلأ أنا من كم يوم فتحت بس وحكيت للصبايا يلي كانوا موجودين إنه إن شاء الله هيك في مشروع ببالي إن شاء الله، إذا زبط إن شاء الله معي رح خبركن فيه. رح يكون شيء كتير يعني حلو بالنسبة لإلي، فإن شاء الله بس هيك مشي الحال رح خبركن فيه بإذن الله. هلأ يلي حزرت شو هو المشروع أو شو هو الشيء اللي عم جهز له أو عم خطط له، تكتب لي تحت بالتعليقات ورح ثبت تعليقة اللي حزرت لشوف مين اللي رح يحزر ورح يعرف. هلأ هون دخلنا على محل الألعاب هاد مثل ما شايفين. طبعا الألعاب بالة أو مستعملة، ففي هيك شغلات كتير حلوة، يعني سعرهم رخيص وحلوين ما شبون شي، أحسن من الغاليات والجداد. فحبيت هيك يعني فرح الأولاد إنه لو بشو ما كان يعني إنه أخذ لكل ولد هيك هدية صغيرة أو لعبة صغيرة، يعني هي ما هدية بس إنه حبيت فرحهم، يعني بتعرفوا أولاده بيفرحوا.
ومو قلت لكم كمان رح اعمل لهم انه هيك يعني هالمفاجأة الصغيرة، فحلو هيك اذا كمان جبت لهم هيك لكل واحد لعبة صغيرة. وهلا هون صبايا رجعنا على البيت الحمد لله، وبدي فرجيكم شو اشترينا اغراض. هلا هدول الاغراض عاملين عليهم عرض، دواء غسيل مع معطر وسائل جلي وفلاش وكلور، كلياتهم يعني مع بعضهم. العرض ب50 ليرة. هلا هن هدول برا العرض حقهم تقريبا بحدود 70 ليرة تركي، بس ضمن العرض ب50، فحبينا هيك انه ناخد منهم. هلا هذا سائل الجلي كتير 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 كويس، وكمان ريحته كمان كتير طيبة، والمعطر بريحة اللافندر كمان كتير أنا بحب ريحة اللافندر، يعني الصراحة ما بجيب غيره معطر. وكمان هذا الكلور والفلاش كمان يعني لا غنى عنهم يعني بكل بيت. هلا هذا السائل الجلي نورا كمان غني عن التعريف، يعني كمان كتير كتير كويس. هلا بدي فرجيكم صبايا هذا السائل. الصراحة أختي نصحتنا فيه كتير كتير، بتجيب منه هي عطول، فقالت لنا إنه نجربه. هو مثل الكلور يعني، بس مزيل للبقع، بصير للثياب. عن جد كتير كتير كويس، على كلامه طبعا مدحتنا فيه كتير كتير، فجبناه وقلنا يعني منجرب منه. وكمان هدول السائل الجلي كمان، بتعرفوا الدنيا جاي على رمضان ورح يصير جلي كتير وشغل كتير، فجبنا تقريبا سائل جلي 3 ألوان. كمان هذا الزهري شامبو ومعطر بالكيس الأزرق. هلا منشان المفاجأة اللي رح نعملها للولاد أكيد رح نحتاج كريمة شانتيل، لأنه رح نعمل قالب كيك. وكمان جبت هدول نجوم الليل وشوية هيك أغراض من شان المفاجأة. هلا الصراحة الولاد صار لهم أخذين الجلاءات تقريبا شي أسبوعين، وصار لهم أسبوعين ناطرين المفاجأة وعم بينقوا وبيحكوا، فحقهم والله. بس شفتوا إجا الزلزال، وحتى وعدتكم لإلكم إني نزلكم حفلة جلاءاتهم، فعن جد بعتذر منكم كتير، لأنه يعني إجا الزلزال وشفتوا يعني صار ضحايا كتير، ويعني ما وقته الصراحة لا إنه واحد ينشر فرح ولا ينشر شي، فلهيك ما قدرت أبدا إني ننزلكم يعني. وهلا صبايا بدي فرجيكم هدول هن الألعاب اللي نقيت لهم إياهم. هلا الصراحة هاي اللعبة نقتها بنتي، بس أنا ما عرفت شو هي ولا فهمت شو هي لبعد ما جيت على البيت وقالت لي أختي. الصراحة خجلت، فاللي عرفت شو هي هاي اللعبة أو على شو بتدل لا تكتب بالتعليقات كرمال الله لا تكتب. حبيت هيك إنه الصراحة أنا يعني حبيت ألوانها، فموعد يعني على شكل ولا شيء مشان ما تضحكوا علي، فحبيت ألوانها هيك تدريجة ألوانها كتير كانت حلوة. وكمان حبت بنتي كمان ألوانها فجبناها. وجبنا كمان هاي الفريكة لأنه بدنا نطبخ اليوم بإذن الله فريكة ورز. وهلأ صار وقت تحضير السفرة. طبعا اجيت على البيت الله يعطيها العافية، اختي كانت عاملة قالب الكيك وخالصة يعني جاهزة، حتى كانت مجهزة بعض الشغلات، فوالله على السريع علقنا على الطبخة أنا وياها، وقمنا حتى هيك نجهز المفاجأة للولاد مثل ما شايفين. فقالوا لها هيك من عندكم بالتعليقات لأختي بيسانهم اسم قناتها على اليوتيوب، هيك الله يعطيها العافية يا رب ويكرمها هيك ويرزقها يا رب. وهاد قالب الكيك صار جاهز، رح حط هلأ هدول نجوم الليل عليه وندخل الولاد وهيك نشوف ردة فعلهم إن شاء الله. الصراحة صبايا ما تحكوا، يعني هي مثل ما قلت لكم أنا الصراحة صبايا هي مثل ما قلت لكم ما أنا حفلة، بس إنه مفاجأة صغيرة ولازم إني أوفي الوعد اللي وعدته للولاد، فحبيت إنه نعمله هون عند خالتهم بينبسطوا أكتر من ننبسط نحن وياها كمان. لي رب أغرقني نعما وبكل حنان يعطيني بيقين. وهذا هو كان شكل حفلتنا المتواضعة. إن شاء الله هيك يا رب تكون عجبتكم. حطينا كمان هدول الأضوية حتى هيك نعمل جو خفيف، يعني على قد الحال. الحمد لله على نعم الله وكرم الله وفضل الله علينا، الحمد لله دائما وأبدا على كل حال. بس سبحان الله يعني عنا هيك غصة بقلبنا إنه أبوهم ما شاف هذا الشيء، ما فرح بنجاحهم مع إنه كان كتير 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 مشتهي. وخاصة يا عمري إنه هاي أول فرحة لنا، يعني دلال وعادل هلأ صف أول
وهي أول يعني فرحة لنا فيهم. سبحان الله، هو ما كان وما فرح معنا بهذا الشيء، الله يرحمه يا رب. إن شاء الله الله يقويني حتى يبقوا من المتفوقين إن شاء الله على طول. لي رب أغرقني نعما وبكل حنان يعطيني بيقين سأذيب همومي ويقين. ربي يخلي لي هالفرحة يا رب وما يحرمني منها. شفتوا صبايا قديش كانوا مبسوطين، الحمد لله على كل حال. لهون صبايا بدي انهي معكم فيديو اليوم. لا تنسوا تعملوا لي لايك لهذا الفيديو، ويلي وصلت معي لهون تكتب لي شكل البرتقان حلو حتى أعرف مين منكم وصل معي لنهاية الفيديو. بحبكم كتير، بشوفكم بفيديو جديد، تصبحوا على خير.